السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. هنتكلم على مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت، وهنسيب لكم الأهداف في أول كومنت مثبت على قناة التليجرام، قناة توقعات الملاعب. هتكلم على تشكيلة الفريقين، وطبعا مباراة هتكون قوية جدا يا جماعة. سيبك بقى من مستوى الأهلي في الفترة اللي فاتت إذا كان وحش، وبرضه حتى مستوى الزمالك لو احنا في الفترة الأخيرة بصراحة مستوى الزمالك كان كويس جدا جدا. فأعتقد النهاردة هتكون مباراة مختلفة جدا عن اللي احنا شفناه في الفترات اللي فاتت. طبعا تشكيلة نادي الزمالك وهي 4-4-2. هيكون عندنا الدباغ موجود في الهجوم هو وناصر منسي، وطبعا بادئ ببيزيرا وكمان عبد الله السعيد. وعندنا في النادي الاهلي هتكون برضو التشكيله 4-4-2، بس المره دي هيكون بادئ بالشحات في الهجوم هو و بن شرقي. طبعا بادئ تحت الاثنين دول هيكون موجود عندنا طبعا طاهر محمد طاهر، وكمان موجود عندنا امام عاشور، وطبعا عندنا تريزيجيه، واتوقع تريزيجيه يسجل هدف في مباراه اليوم، وبرضه اتوقع حسين الشحات ممكن يسجل هدف هو او امام عاشور. بنسبه 90% المباراه دي ممكن تنتهي بفارق هدف لصالح النادي الاهلي. اتوقع المباراه دي ممكن تنتهي 2-1 لصالح نادي الاهلي. انت كمان تقدر تكتب لي في الكومنتات بتوقع الفوز لصالح الاهلي ولا لصالح الزمالك، وصاحب التوقع الصحيح هنعلن عنه في الفيديو اللي جاي. لو وصلت لهنا ما تنساش تصلي على حبيبك النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وما تنساش تدعمنا بلايك ورايك في كومنت. كان معكم عبد الرحمن رفعت من قناه توقعات الملاعب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.